السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بكم، منورين مشرفيني. طبعا حبايبي، أنا حبيت أعمل لكم قراءة يومية، طاقة يومية، بس أنا طبعا لقيت مفيش تفاعل على الفيديو من جميع الأبراج. فالموضوع ده أنا هلغيه وهنرجع نعمل قراءاتنا اللي احنا متعودين عليها. النهاردة إن شاء الله هنعمل قراءة لبرج الحوت بتاريخ 14/10/2025. قراءتنا النهاردة هتكون لأصحاب العلاقات الثلاثية، يعني اللي هو في علاقة ثلاثية بالفعل واكتشف إن في طرف ثالث. الفيديو ده ليه، مخصوص ليه. اللي عايز يشاهد الفيديو ويستمتع معانا وياخد دروس من اللي بيحصل، تنوروني وتشرفوني. قراءتنا النهاردة هتكون بعنوان هيختارك ولا هيختار الطرف الثالث. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم، وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله، وهذا توقعات وليس إلا. متنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج الحوت، ما تزعلوش مني حبايبي، الطاقة اليومية احنا لغيناها عشان انا ما لقيتش تفاعل. اول كارت نازل، بص يا برج الحوت، بص بص قمة الحب. نسمي بسم الله ونبتدي نفرد طاقتك اليوم. بص الكارت التاني، هي الطاقة حاضرة، هي الطاقة حاضرة، هي بتاعت الطرف التالت. والغدر والخيانة والخذلان. مم. مم. اتمنى لكم التوفيق يا رب. بص بقى، الكارتين دول بالذات دول في نهاية القراءة هنكشف سر عنك انت وهو، وهنشوف انت عشان نثبت القراءة انت كنت بتقوله ايه وهو كان بيقولك ايه. نسمي بسم الله ونبتدي مع اول كارت ليك، وزي ما اتعودنا هنشرح كل كارت ليك يا برج الحوت. الكارت ده جميل جدا. بدأ القراءة ازاي؟ هشرح لك الكارت ده. الكارت ده اول ما تبص له كده تحس بدفى، الالوان فيه رايقه، المياه ساكنه راقده صافيه، والشمس نازله بهدوء كانها بتطبطب. ده انت في اول العلاقه كنت شايف الحبيب كانه وطنك اللي ضيعته ولقيته بعد سنين. كنت بتكن كنت بتكلمه وتحس انك رجعت بيتك. تحس بنفسه بيتداخل معاك كأنكم روح واحدة، كأنكم روح واحدة. مم. عجبني الكارت ده قوي. روح واحدة في جسمين، شايف الشكل؟ الكارت ده بيقول إن البداية بينكم يا برج الحوت كانت أنظف من أي علاقة قبلها، لكن النقاء دايما بيخوف الناس اللي مش متعودين عليه. هو لما شافك صادق بدأ يشك في نفسه، ولما شافك بتديه حب كامل بدأ يهرب منه. الطاقة اللي حوالين الكارت ده باينة كأنها نسمة باردة دخلت على جو دافي. فجأة تلاقي الكلام قل بينكم، الضحك بقى متقطع، والسكوت اللي بينكم بقى أطول من العادي. انت بدأت تسأل نفسك يا حوت، ليه هو اتغير؟
وليه أنا اللي بقيت بحس بزيادة دلوقتي. بس الحقيقة إنك كنت بتحس قبله. أنت أول ما الطاقة اتحركت، روحك التقطت التغيير، وده اللي خلى الوجع عندك يبدأ بدري يا برج الحوت. القراءة دي أنا عاملها لل... في علاقات ثلاثية رسمي، عشان نوضح بيها الدنيا ماشية ازاي، وده اللي خلى الوجع عندك يبدأ بدري زي ما قلت لك. حتى قبل ما الخيانة تحصل كان قلبك بيقولك خلي بالك، في نسمة جاية تخطف منك حتة. بس كعادتك انت يا حوت قلت يمكن انا اللي بيتهيألي وسكت. وايه؟ وسكت. هنا بقى نخش على الصدمة. كارت التلات كؤوس اهي دي بقى النسمة، هي دي اللي دخلت العلاقة. شخص تالت مش لازم يكون خيانة صريحة، بس وجوده كان كافي ان يهز التوازن. الطرف التالت ده جاله وقت ضعف، كان بيضحكوا بكلمتين يريحوا من ضغط التفكير، يديله احساس انه خفيف بعد ما كان شايفك عميق وصعب. لكن اللي هو ما فهمهوش بقى ان العمق هو اللي بيعيش اكتر، اما الخفة فهي مجرد فاصل موسيقي. الطاقة حوالين الكارت ده كلها سطحية، فيها ألوان واحتفال، بس الوجوه اللي فيه ما فيهاش عمق، كلها بتضحك ضحك مزيف. ده بقى بالظبط إحساس الحبيب أو الشريك دلوقتي، هو بيضحك ومش مرتاح. الطرف التالت بدأ يشوف الحيرة في عين الحبيب، بيبص له ويقول انت معايا بس مش معايا. وهو فعلا مش معاه، لان هو روحه عندك وعقله بيحاول ينكر ده. انت كمان يا حوت حسيت بالموضوع من غير دليل، كان بيجيلك احساس غريب، ضيق في صدرك يجيلك فجأة، قرشة نفس تجيلك فجأة، وتقول في حاجة غلط، في حاجة غلط. انت يا حوت اللي بتقول كده، في حاجة غلط. كنت بتحس رغم ان ما كانش فيه سبب واضح. الكارت ده بيقول ان احساسك كان 100% صح يا حوت. قلبك التقط الخيانة اول ما بدأت كطاقة، مش لما حصلت بالفعل. وده لان بينك وبينه، بين الحبيب او الشريك، اتصال روحي فعلا حقيقي. الناس بتسميه توأم الروح، بس انت كنت عايش تفاصيله. حتى الطرف التالت بدأ يحس ان في حد تالت في العلاقة، اللي هو انت. كارت الخمس سيوف، هنا بقى الحرب بدأت. الكارت ده فيه شخص بيكسب معركة لكن باين في وشه الذنب. ده بقى الحبيب، كسب حريته وكسب التجربة الجديدة، بس وهو ماشي
سايب سيفه وراك، سايب حتة من روحه معاك. انت انسحبت من غير صوت، بس انسحابك ده كان اقوى من اي خناق. الناس اللي حواليه افتكروا ان هو مبسوط، بس اللي معاه شاف بعينيه ازاي بيغيب ذهنه كل شوية. ايوه، ذهنه كان بيغيب كل شوية، وده تلاحظ ازاي بيقعد مع نفسه او في نفسه بيكون ساكت كأنه بيسمع صوتك انت جواه يا حوت. الكهف ده بيقول انك من ساعتها بدأت تبني جدار بينك وبينه، مش جدار من كره، لأ، ده جدار من كرامة. انت بقيت تقول لنفسك لو راح بمزاجه انا مش هستناه بالدموع. بس برغم كل ده يا حوت، طاقتك لسه بتحبه، ما نضحكش على بعض، طاقتك لسه بتحبه، لسه لما بتسمع اسمه قلبك بيتحرك، بس في حركة وجع مش شوق. والمؤلم انك كنت بتدعي له بالخير حتى وهو مع التانية او مع الطرف التالت، وده اللي خلى الكارما تاخد صفك انت، لان اللي بيدعي خير للي اذاه الكون بيرجع له العوض مضاعف. آه، دلوقتي هو نفسه بدأ يتدرب على الوجع اللي انت عشته، نفس الأحلام اللي كانت بتطمنه بقت تصحيه مفزوع. كل ده لأنك انت كنت صادق، والصدق دايما بيرجع له حقه. الشخص ده مشاعره ونواياه ايه؟ مشاعره ونواياه ايه؟ مم. كارت التسع عصي. مم. الصورة دي بقى كلها تعب. شايف الشخص ده مجهد ازاي؟ كلها تعب. مقاتل لابس درع قديم، واقف بيحرس نفسه كأنه مستني ضربة تانية، بس الحقيقة انه بيحمي نفسه من مشاعره مش من ناس. هو دلوقتي في نفس الحالة بالظبط يا حوت اللي انت كنت فيها، واقف متوجس بيحاول يبني حيطان حوالين قلبه، لكن في كل مرة يبنيها صوتك يهدها. الحيطان دي لما بيقعد لوحده زي ما هو لوحده في الكارت ده كده، بيجيله نفس السؤال اللي بيجيله كل مرة: ليه أنا مش قادر أنسى الحوت؟ ليه حتى في الضحك ما بيبانش عليا إن أنا نسيه؟ في عينيه تعب الروح مش الجسد، بيبان من عينيه. تعب اللي جرب يهرب من قدره ولقاه مستنيه عند أول لفة. حتى الطرف التالت نفسه بقى ملاحظ ده. الطرف التالت بدأ يسأله ويقول له: انت لسه بتفكر فيها؟ وهو بيضحك ويغير الموضوع. بس الكارت ده بيكشف ان قلبه بيرتعش في اللحظة دي اما الطرف التالت يقول له الجملة دي، وكل مقاومة منه بتزودك حب جواه اكتر. هو بيحاول يكرهك عشان يرتاح، بس الحب اللي بينكم مش مش بيتكسر بالنية. مش بيتكسر ايه؟ بالنية. عارف عامل زي ايه يا حوت؟ فين الانسان اما تبقى الحاجة في ايده وتضيع
ويرجع يحس بيها هو في الموقف ده. ده اسمه حب روح، مش حب مزاجي. طاقته كمان بتقول انا خلاص اتعلمت، بس مش عارف اعتذر ازاي. ودي بقى اصعب مرحلة، المرحلة اللي فيها الكبرياء بيواجه الحنين، والكفة هنا لسه ما استقرتش. مم. مم. الكارت ده بقى رمز الحياة اللي بتبدأ من جديد. الطبيعة حواليها خضرة، والوش اللي في الكارت فيه نور راجع، وده معناه إن في بداية وعي. الحبيب بدأ يفهم اللحظة اللي كان بيضحك فيها مع الطرف التالت، دلوقتي بيتكسف منها وبيفتكر مواقفك انت يا حوت القديمة، لما كنت بتخاف عليه من كل حاجة صغيرة، ولما كنت بتسامح حتى في لحظات الوجع. بيفتكر كل ده، الغلس البارد اللي ما يستهلكش. ده انا عفرمهولك، اصبر دلوقتي، ده انا هنجيبه من شعر قفاه. دلوقتي بقى هو بيعيش الندم ده كأنه عقوبة، والنعمة ما سايبك، عجب لك حقك يا حوت. هو بقى دلوقتي بيعيش الندم ده كعقوبة. الطرف الثالث بدأ يبعد عنه كمان جسديا، لأن الطاقة بينه وبينها خلاص فقدت الشرارة. شايف الشرارة اللي في الشجرة دي؟ فقدت الشرارة. والكارت ده بيقول إنك هتحس بده قريب، هتحس بطاقة رجوع حوالين اسمك يا حوت. هتجيلك رسائل في أحلامك، دي إشارات أو عبر، إشارات متكررة، ساعة، رقم، جملة. ده مش هيكون صدفة، دي الروح اللي بتقولك إن الطريق بيترسم وبيترسم من جديد. بس بقى يا حوت ما تبقاش أنت اللي بتفتح الباب، عايزين بقى نديله على قفاه شوية. مش عايزك أنت اللي اللي تفتح الباب، سيب القدر يخليه هو اللي يخبط. الكون ده دايما يا حوت بيكافئ اللي بيصبر، ولما الحبيب ده يرجع هيرجع متغير، متواضع، وبيخاف يخسرك تاني، لان انت هتمرمطه عشان يرجع. الكارت ده كمان بيأكد ان الخطوة اللي جاية منه مش بعشوائية، هتبقى بعد تفكير طويل جدا. ويمكن احنا حرقنا وقت في الطريق الطويل ده، ووقتها انت هتبقى اقوى من الاول يا حوت. مش اللي بيستنى، لكن اللي بيتخير. اللي بيتخير. تمام. الكارت اللي بعده بقى 3 عصي. الكارت ده بقى يا برج الحوت بيفتح بوابة النوايا الحقيقية. هو بيفكر يرجع ولا يكمل، ودي بالظبط صورته دلوقتي. شايف الشجرة دي؟ حاجة بتزدهر من أول وجديد، بس علاقتكم اتعرضت لحسد. شايف السفينة دي؟ البطء اللي كان بينكم. ركز لي كده على السفينة دي، وشوف العروسة اللي محطوطة فوقيها دي في الواجهة. دي طاقة الحسد أو السحر في العلاقة، وأنا قلت إن الحسد أقوى من السحر يا برج الحوت. ركز معايا. أنا آسف إن الكاميرا اتهزت،
أول ما قلت طاقة السحر أو الحسد، ده بقى شكله دلوقتي. الطاقة بتاعتكم اتحسدت. الشخص ده واقف ما بين الحنين ليك وبين الخوف من الرجوع، بس عنده إحساس بالضياع، مش بس عاطفي، ده ضياع هواه، كأنه نسى نفسه بعدك. انت الهوى اللي بيتنفسه. في طاقة شخص لسه بيشوفك في كل خطوة بياخدها، بيشوفك في الناس، في المواقف، حتى في الصدف الصغيرة اللي بيفكر إنها مفيش لها معنى، بس الحقيقة إنها كلها إشارات بتشده ناحيتك يا حوت. هو دلوقتي بيحاول يكون مستقبله من جديد، بس كل محاولة بترجع لنقطة واحدة: أنا كنت مرتاح أكتر مع الحوت. أنا كنت مرتاح أكتر مع الحوت. نعم، الشخص ده نيته ليك حاليا فيها خط غير معلن أو خطة غير معلنة. هو بيحاول يظهر لك بشكل إنه نسيك أو مش متأثر، بيحاول يظهر بده، لكن كل حاجة بيعملها معمولة عشان يشوف ردة فعلك إيه كمان. لو كلمك شخص من بعيد هو بيتضايق. لو وصل له خبر عنك يبقى هو اللي بيسربه. هو بيختبرك وبيشوف هل انت لسه بتفكر فيه ولا فعلا قفلت بقى الباب وخايف يرجع، عنده خوف من الرجوع. لكن في نفس الوقت الكارت بيقول انك انت خلاص اتغيرت كمان، بقيت ساكت، بقيت عارف قيمتك انت يا حوت، وبقيت تفكر في نفسك اكتر من التفكير فيه دلوقتي. وده بالظبط اللي مغلبه هو. هو كان متعود يشوفك دايما بتاخد انت الخطوة الاولى، انت اللي بتصالح، انت اللي بتظبط. بس لما انت سكت بقى ضاع التوازن بتاعه. هو ناوي يرجع لكن بيرسم الرجوع بعقله مش بقلبه دلوقتي. هو مش عايز يظهر كضعيف، هو عايز يدخل كأنه متماسك. لكن الكارت ده بيكشف ان اول ما هيشوفك كل كبرياءه هينهار، لان اللي بينكم مش حب عابر، دي وصلة او صلة روحية. هو حاسس بيك، بيجيله تعب فجأة وانت متضايق برضه، لان في تواصل روحي. انت بتحس بكتمة نفس صدرك، وهو بيجيله احساس ان انت تعبان، وبيحسك في النوم لما انت بتكون بتفكر فيه. دلوقتي النية اللي في قلبه ليك عبارة عن رجوع مشروط. هو هيرجع لما يطمن انك لسه هناك مستنيه، بس اللي هو مش فاهمه انك ما عدتش الشخص اللي استناه قبل كده، اللي استناه قبل كده. مم. اتنين من السيوف بقى هنا بقى بنكشف أعمق جزء في القراءة بتاعتك. نواياه بقى ناحية الطرف التالت إيه، والقرار هنا اللي هيحسم اللعبة كلها. اتنين من السيوف هو كارت العجز العاطفي. العجز العاطفي. هو مش عارف يختار، مش عارف يعترف، حاسس بالذنب لو رجعلك، وحاسس بالفراغ لو كمل بعيد عنك. هو بيحاول يعيش حياة شكلها مظبوطة، لكن جواه حرب فعليا. العلاقة مع الطرف الثالث مبنية على التعود مش الشغف. الطاقة هناك مليانة واجب، بيضحك في وشها لكن جواه سؤال: ليه كل ده مش مريحني؟ ليه مش حاسس بالدفى بتاع الحوت؟ فين راحة الحوت؟
النية ناحية الطرف الثالث أو ناحيتها ضعيفة جدا. هو بيحاول يقنع نفسه إنها هي الصح وإنت الغلط يا حوت. بس الكارت ده بيكشف لك إنه بيهرب منها نفس الهروب اللي كان بيعمله زمان وهو معاك، لما كان بيتخوف من المواجهة. بيعمل معاها زي اللي كان بيعمله معاك يا حوت. في فرق بقى إنك تكون بتحب وإنك تكون مش قادر تعيش لوحدك. هو مش حبيب هناك، هو متعلق مؤقت هناك. متعلق ايه؟ مؤقت. النية بقى ناحية الطرف الثالث متلخبطة، واكتر كلمة بتوصفها القراءة اجبار. كأنه مضطر يكمل عشان الناس او علشان يثبت انه ما خسرش. بس كل لحظة بتمر النور اللي انت سايبه جواه بيكبر لحد ما هيغطي على كل حاجة تانية. القرار هو هيختار ولا لأ. القرار هنا بيطلع من الطاقة، في طاقة صراع كبير جدا. هو هيرجع لك بس مش دلوقتي. الرجوع ده محتاج لحظة انكسار حقيقي. هو لازم الأول يشوف إن كل اللي حاول يهرب له ما كانش يستحق يبعدك عشانه. الطاقة بتقول إن في موقف قادم هيخليه يشوف الطرف الثالث على حقيقته. كلمة هتتقال، تصرف صغير هيحصل، لكن هيفتح عينيه ويفوق ويفوق قلبه. وساعتها أول اسم هيفكر فيه هو أنت يا حوت. هيرجع لك يا حوت، بس هيرجع وهو ندمان جدا، لدرجة إنك ممكن تلاقيه بيحاول يبرر ويعيط في نفس الوقت. يعيط. وهيرجع لك عشان نفسه تتصالح، مش عشان يكمل الجرح. بس خد بالك يا حوت، القرار النهائي مش بتاعه هو، القرار بتاعك انت. لان الكون بيديك الفرصة بقى انك تختبر نضجك العاطفي. هل هتستقبله تاني ولا هتسيبه يعيش وجع اللي خسر النور؟ لان اللي اختار الظل هيرجع يدور على الضوء، بس مش دايما الضوء بيقبل يرجع للي سابه في العتمة. ودول بقى الكارتين اللي انا وعدتك بيهم في الاخر. الكارتين دول بيكشفوا اللي حصل خلاف حقيقي الفترة اللي فاتت. ده ما كانش مجرد زعل عابر. انت يا برج الحوت كنت في لحظة انفجار، رفعت صوتك وقلت كلام وجع. انت قلت له انا تعبت اكون دايما الطرف اللي بيحاول، دايما انا اللي بتصل وانت اللي ساكت. انت قلت له يا حوت خلاص المرة دي مش هرجع. ويوميها ساب المكالمة او المكان ومشى. الحبيب في نفس الليلة ما قدرش ينام، فضل ماسك الموبايل يكتب رسالة ويمسحها. كان عايز يقول ارجعي انا غلطت بس كبريائي خاني. وبعدين ما بعتش الرسالة دي. وفي اليوم اللي بعده الأستاذ دخل عليك أونلاين على السوشيال ميديا مخصوص، وشاف ستوري أو بوست ليه علاقة بيكم أو بيه هو. وقف عنده كتير، وممكن يكون عمل لايك من غير ما يقصد ومسحه تاني بسرعة. الكارتين دول بيأكدوا إن الحوار ده حصل فعلا بينكم. وجع، كلام اتقال، انسحاب، وحنين بعدها مباشرة. ده اللي طلع من الطاقة بتاعت الكروت دي. مش نية ولا خيال، ده حدث فعلي.
الورق برضو بيقول أو بيأكد إنكم اتكلمتوا أو اتخانقتوا، وبعدها كل واحد راقب التاني في السر. راقب التاني إيه؟ في السر. صح ولا لأ؟ سيب لي كومنت أو تعليق وقول لي صح ولا لأ يا حوت. بص بقى يا برج الحوت، بعد كل اللي بينكم، بعد المواجهة والكلام اللي خرج من القلب، الطاقة النهاردة اتكلمت بصوت واضح إن الشخص ده واقف دلوقتي بين طريقين. طريقك أنت اللي فيه أمان ودفء وذكريات، وطريق الطرف التالت اللي فيه اندفاع لحظي بس ما فيهوش روح. الطاقة بتقول إن في الأيام اللي جاية الشخص ده هيعيش حالة من الارتباك، بس قلبه دايما بيرجعه ليك أنت، لأنه مهما حاول يقنع نفسه إن الطرف التالت مناسب أكتر، هو بيصحى كل يوم على صورتك أنت. هو هيحاول يبعد تاني، يمكن يومين يمكن أسبوع، بس هيكتشف إن بعدك أو بعدك وجعه أضعاف قربك. الطرف التالت مش هيديله كمان اللي بيديهوله وجودك انت يا حوت. هو هيحس ان العلاقة دي بقت ناشفة بينهم، ما فيهاش روحك ولا طريقتك في الاهتمام. النتيجة الحقيقية يا برج الحوت، الاختيار هيكون انت، بس بعد وقت بسيط من التخبط والتفكير عنده. الطاقة بتقول ما تترددش، اللي مكتوب ليك هيرجع لك، بس لما يعرف هو قيمتك بإيده مش بالكلام. وانت بقى لما يرجع، الاختبار هيكون ليك مش ليه. هل انت هتستقبله بنفس الحب ولا هتختار راحة بالك يا حوت؟ دي المعضلة اللي الكون سايبها ليك انت. هو مش هيختار بينكم، هو هيكتشف انك كنت الاختيار من الاول. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، شيروا الفيديو ده يا جيش الحوت، واكتبوا لي في الكومنتات هل حسيتوا ان القراءة دي ليكم وطاقتكم ام لا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.